الإخوان، السلام عليكم. معكم دومو حميد في فيديو جديد من قناة أصل الحكاية. الفيديو ديال اليوم الخوت غيكون بخصوص ديك الزيارة اللي دارها داك المرتزق ديال بن بطوش لتونس بمناسبة داك اللقاء اللي كيوقع بين اليابان والدول الإفريقية اللي عندها علاقة مع اليابان، وحضر حتى هو واستقبلوا يعني تبين بأنه معترف بالجمهورية الوهمية. هاد الحركة هذه الخوت ما قدرت ديرها لا اسبانيا في عز الأزمة ديالها مع المغرب، راه دخلت هذاك المرتزق غير خلسة لواحد السبيطار ومخبياه ومخرجه خلسة. هذه اسبانيا اللي واقفة معاها أوروبا، دايرها في ظهرها مدفية بها كتافها، ما قدرتش ديرها. وما قدرتش ديرها ألمانيا ملي كانت واقعة أزمة بينها وبين المغرب، فجا عندها تبون للسبيطار تما كان مرض من موراه بن بطوش، قالت لي ما تجيبوش. وما قدراتش ديرها شي دولة أخرى. ناض نعم سيدي قيس سعيد الزعيم الواعر اللي هو تقول لهم انا جبت لكم التايهه، انا ما تنخاف من حتى شي حاجه ومن حتى شي واحد، واستقبلوا استقبال ملكي. على اي هاد السيد هذا راه اللي نقدر نقول عليه هو انه تحول من رئيس منقلب لرئيس مرتزق. السيد احنا عارفين بانه داير انقلاب، دابا زاد عليه واحد لوبسيون اخرى كيشتي هو تيطور راسو، هو ميمكنش انه يبقى واقف في بلاصتو، خاص هو خاصو يتقدم. تونس اللي خاصها ترجع للور، دابا ولا مرتزق. اللي نقول لكم الخوت هو انا ما تفاجاتش انا ملي دار هو هذه الحركه هذه، لانه هو دبانته كتزنزن من شحال هذه. هذا الامر ماشي غريب. عرفتي انا شكيت في هذاك خينا وبان لي بانه ماشي هو هذاك. نهار كان المغرب بعث لهم ديك البعثه الطبيه، فاش كانت دخلات فيهم كورونا، وصيفط لهم نعم سيدي مستشفى ميداني بالطاقم ديالو كامل، والسيد واقف كالرخامه بحال شي بوطو، ما قال لا شكرا لا ابتسم لا، بحال السيد ما راضيش ولا ما كان في يدك دير داكشي لراسك. على عين حنا غنفوتوا هذه النقطه هذه. اللي نقدر نشبه به هذا السيد هذا هو انه باش انا الفكره اللي جاتني بحال شي واحد، حيت هو راه هو دابا غير عطاوه الشوك يمضغوا بحناك، عطاوه دوك السياده وعطاوه الشوك يمضغوا بحناكو. راه مول الفكره الاولاني اللي هو جالس الفوق راه هو ماكرون، واللي تحته هو تبون، والاخراني هو سعيد. تخيلت انا بحال شي واحد مول الارض عنده خماس والخماس عنده كلب، فهمتي؟ الكلب هو اللي غينبح وغتجي فيه الحجره اللي غيضربوا داك اللي نبح عليه. هادشي اللي طرا. دابا التبعات ديال هاد الحركه هادي غتحملها تونس، وتخينا هذا المسطي هذا اللي عندهم تونس. اللي نقول لكم الخوت، هاد تونس هادي راه واحد الدوله منكوبه. انا نعطيكم بعض الحقائق عليها باش تعرفوا بان هاد خينا هذا راه بلادو دخلها في الحيط. اولا تونس اش تعني؟ 140 الف شركه دارت فايت حتى الجوي يوليوز هاد العام هذا، و11 الف رب شركه في حاله فرار ولا شدوه يعطيو الحبس. الناس داروا فايت على القوق، ما عندهم باش يخلصوا. هذه الثانيه. بزاف ديال الهيئات وتوانسه براسهم تيقول لك ديروا لنا كنخافوا من السيناريو اللبناني ان البنك المركزي ديالنا يسد البيبان. تونس 45 مليار دولار ديون. علاش قلت لكم بان السيد تحول من منقلب لمرتزق؟ ما بقى قدامه الا السعايه. مشى واحد الوقت صيفط ديك السيده اللي هي في الحكومه ديالهم لدول الخليج باش تحاول انها تجمع شويه الفلوس، دارت فوناره والسيده عمرها وقيلا ما صلات داك التريكيل ديالهم. مشات قالت لي مودي باش ما سخاكم الله ساعه ما عايقين بها، قال سير بنتي الله يسهل. بقات لي قدامه على الجزائر، كل مره ينتف منها شي حاجه. واش الجزائر تتحزم بها الواحد؟ هذيك راه دوله منكوبه. المغرب اشنو كان باغي يدير معاهم؟ المغرب
يعني بغى يدير معاهم واحد الخطه اللي كان بداها محمد السادس شحال هذه ملي كان سال عندهم داك الربيع العربي، ومشى ودار ديك الدوره اللي كان دار عندهم في الشوارع ديال تونس العاصمه باش يبين للعالم بان هذا راه بلد امن. شوف الملك ديالنا مشى بنفسه تيدور في الشوارع، واخا تكون هي مغامره، البلاد راه هذيك الساعه كلها فوضى، باش يعاونهم. وملي وقعت عندهم كورونا صيفط لهم المستشفى الميداني، هذه بلا ما ندويو على امدادات الادويه والغذاء وداكشي اللي كان تيصيفط لهم. واضف الى ذلك انه قبال من محمد السادس كان الحسن الثاني واقف معهم وقفه ديال الرجال فاش كانوا وقع لهم داك الهجوم في قفصه. يعني المغرب ديما كان واقف مع تونس موقف رجولي، ولكن تونس هي قال لك رب ضاره نافعه. حيت انا الراي ديالي في تونس راه من شحال هادي تنقول بان هذوك التوانسه راه مش ميت. علاش؟ لانه الا شديتي التاريخ ديالهم كامل ملي شدوا الاستقلال كتجي كتلقى المواقف ديالهم ما عمرها ما كانت رجوليه. نبدا لكم اسيدي من الاول. ملي كان المغرب فاش هما وقعت لهم ديك الروينه في قفصه، مشى المغرب تيساعدهم، ما ناضوش ديك الساعه قالوا ودي بما ان المغرب راه كان بوليزاريو اخر غيتصاوب عندهم، راه كان القذافي والجزائر ديك الساعات كان عندهم الشادلي بن جديد، لان شي وقع في بدايه الثمانينات كانوا ناويين انهم يديروا بوليزاريو اخر لتونس وسيطروا على مدينه سميتها قفصه. لولا التدخل ديال فرنسا وديال المغرب كون راهو حلو معاهم، مشات لواحد 50 عام حتى هما غادي يتهناو منهم. ما ناضوش هاد الناس قال لك ودي وقف معنا وقفه ديال الرجال نعترفوا بان الصحراء مغربيه، بقاو ضاربين الطم. زيد حوايج اخرين وقعت ليهم وكيبين لك بان هاد الناس هادو باسيف، يعني سلبيين، راه يطرى لهم اللي يطرى ما كيتحركوش. جاو الفلسطينيين فاش حطوا عندهم فاش وقعت ديك الروينه ديال حمام الشط، جاو الفلسطينيين فاش جلسوا عندهم داروا فيهم ما بغاو، احتاجت اسرائيل من اخر الدنيا ضربت الفلسطينيين تما. يعني انت مترع، انت اللي جاي يدير فيك ما بغا ويجي اللي معادي معاه يضربوا عندك. زيد عاوتاني يا سيدي نهار بغاو يجربوا الربيع العربي ما بات لهم مع تونس، قال لك رانا داك الخروف هو الاولاني نجربوا فيه، بدا عندهم. وحنا عارفين الربيع العربي كان مؤامره ما بات لهم مع تونس، قال ما كاين ما احسن منها، بداو بيهم. ومن موراها ما تلاش تحسنت الاوضاع عندهم كاع. راه حنا اللي كنا تنقولوا بعد شي مرات الاشقاء تونس هذيك الهضره حنا ما بقيناش نامنوا بها. هذيك هضره خاويه بعربيه التعربيات. كاين مصالح دول، غتحتارمني غنحتارمك، ما غتحتارمنيش غنزل عليك وصافي. اما خويا ولا كل واحد عنده خو في الدار عنده نفس السميه. هاد الخاوه ما عرفتنيش شفتو في عامكم كنتو خوت العرب. هذه وحده. وزايدون غتبقى تقول لي داك الحياد الايجابي بحال ديك الترهبانيات اللي كدير موريتانيا، هذاك الشيء مابقاش يقبلوا المغرب. اسيدي معايا ولا ضدي؟ تخرج لها ديريكت، ما تبقاش تفلق. هما اللي تزيروها وما خرجوا لها ديريكت، هما بينوا الوجه ديالهم الحقيقي. وخطيوني من دوك المراسلات اللي كيديروا شي وحدين، لا راه حق هذاك قايس سعيد ما الشعب التونسي راه شي حاجه اخرى ولا شي حاجه. واش حنايا طبيب جراح غنبداو نقسموا نشوفوا حقا الا بغينا نضربوا تسنى هنايا ما تضربش هنايا دير هذه، هما راه صيفطوا لك الضربه ديريكت. فالرد ديال المغرب غيكون على تونس، خليني من قيس سعيد ولا شي هضره كلهم حاطينهم حنا في قامله وحده. راه قبل هاد قيس سعيد ما كانوش يعرفوا بان الصحراء مغربيه، دايرهم الجزائر بحال الكانيش بحال الكلب ديالها تتلعب بهم كيما بغات. فكرتني هذه فواحد القصه دابا تيقول لك هما خافوا لان الجزائر طفى عليهم الضوء. باش تعرف بان الناس هادو راه خاويين، راه بحال الكراغله. راه القصه الاولانيه اللي وقعت نعاودها لكم دابا وقعت في ايامات بورقيبه. كان ديك الساعه بورقيبه هضر على داك المنطقه اللي هي سميتها القسطنطينوا، كانت شاده لهم الجزائر، خداتو جزء من الصحراء التونسيه واخداه الجزائر وما قدروش يهضروا. واحد النهار بورقيبه جبد الموضوع
مع بومديان، هادشي راه في السبعينات. الاخر قطع عليه الضوء. بورقيبه قال لي ودي اتصل به لا غد لي، قال لي ودي قلنا كليما صبحنا في ظليمه. وهذه قصه معروفه هذه وصحيحه، انا كان فعلا قطع عليهم الضوء. وانتم مورها ب40 عام وزياده باقيين عندكم مشكل مع الضوء. وعباد الله المغرب الا غبرتي، انا بعدا كان في مدينتي الى فاش كنا دايرين حنايا الكونفينمون تتغبر عي شهر كتخرج تلقى المدينه ما تبقاش تعرفها من كثره البنين اللي كيتزاد والمحطات الكهربائيه راه المغرب خرج تبنى فوق المغرب اللي كتعرفوا نتوما، ومحطات كهربائيه فوق المحطات. ولا المغرب غيدير الكهرباء ديالو غيوصل انجلترا 7 مليون ديال البيوت اللي هي 25 مليون نسمه غيزودها بالكهرباء. وانتم باقيين تقول لي الجزائر غتقطع عليا الضوء. اش كنتو كديروا هاد السنين هذه كامله باش تعرفوا بانكم نتوما راكم مفضيين؟ راه حنا غير جود منا كنا تنعطيكم قيمه، ما نتوما راه ما عندكم قيمه. تاريخكم راه تيشبه ديال الجزائر. خذ عندك اسيدي هذا التاريخ هذا اللي حنا بغينا نكبروا لكم به الشان. ساعه هو راك نتوما من الجزائر بحال بحال. دخلت عندهم اسيدي العثمانيين في 1571 شدوهم، بقاو شادينهم حتى 1881 فاش دخلت فرنسا، بقات شادهم حتى هي حتى 1955 ولا 56 عاد تلقاتهم. يعني هاد الناس هادو راه بحالهم بحال الجزائر. حتى نقول الجزائر انها تمحات الهويه ديالها، راه بحال راه نفس الفتره اللي شدها الاستعمار هنا شدها هنا. بشحال مفاوتين واقيلا بشي 30 عام ديال فرنسا. اما تا هما راه فرنسا جات هما راه دخلت لهم حتى النخاع. وفي الاخر نايض السيد ما بان ليه شكون، بان ليه داك السيد اللي خدام تيدير فيه الخير هو المغرب. راه نعصبوا باش شراتو هاد الجزائر هادو، شراتو ب 200 مليون دولار بس. شوف الثمن شحال رخيص، 200 مليون دولار ناض تستقبل بن بطوش. وسيدي ربح بيه شتي بن بطوش. الاستقبال ديالك ولا ماشي الاستقبال ديالك ما غيزيد ما غينقص، انت خسرتي وجهك وبينتي بانك انت هذاك هو مستواك. انت مرتزق تلاقيتي مع مرتزق، جوج ديال البانديات تلاقاو، ربح بيه. المغرب تيهضر مع الكبار، الناس اللي عندهم العقل والناس اللي عندهم كلمه وعندهم بوفوار، عندهم قوه. امريكا، اوروبا، اليابان، الصين، ها روسيا، ها لي بارتنير، ها هما اللي كيهضر معاهم المغرب وتيهضروا معاه باحترام وتيديروا ليه الحساب وتيعرفوا بان المغرب تعتمد على رابح. وعلاش تحترموا المغرب؟ ماشي المغرب قوه ولا المغرب خالعهم ولا شي حاجه، لا، هما تيبغيو الصدق في المعامله. راه ما تيبغوش اللي كيتقلب عليهم واللي كيتشرى. على امريكا ملي كدير معاك كلمه ماشي كيهبطوا الشركات ديالها ملايير الدولار تيبداو يستثمروا؟ واش هما غيبداو يحطوا الشركات ديالهم يريسكيوها حيت يعني السيد تيتقلب؟ ما يمكنش. هما غادي يديروا يديهم في يد هذاك السيد اللي غيتيقوا فيه. كما اليابان طلع ليها الدم ملي شافت السيد هاد قيس سعيد جايب ليهم بن بطوش، طلع ليها الدم وخرجت كاع بيان استنكرات في هذه القضيه وقلت لهم ودي انا ما عيطتش عليه، علاش خصاتو ليا وجي مع المغرب وما حضرش. ولكن اش غنقول لك، فاش يكلفوا البراهش بشي حوايج مهمه تيخرج هذا الشيء هذا. حوايج كبيره مؤتمر دايزو الكلام عطاو في يدير البراهش وشوف شنو خرج النتيجه ديالو. على اين قال لك ان غدا لناظره لقريب. اذا كانت تونس تصحب ان الرد المغربي ما جايش راه جاي وغتشوفوا غتلمسوا في العظم ديالها. نتمنى لكم امسيه سعيده والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.